ما عرفتش علاش بنادم قاري وعنده ديبلوم وكيدفع للشركات وما كيخدمش وكيولي بيطالي. وهذا عليا خاي، على ضروري الا كنتي قاري ولا عندك الدبلوم تخدم شي شركه؟ علاش انت براسك ما دير الشركه وتخدم صحاب دبلومات؟ كيفاش البلان؟ هادشي اللي غنعرفوا اليوم على التشغيل الذاتي ورياده الاعمال. ومعكم كيف العاده رضوان، عصام ومحفوظ، وانتم كتسمعوا البودكاست بثلاثه في ثلاثه. يا هاد البيطالي. دابا فاش كتسمع هاد المصطلح كتجيك التبوريشه وما كتكرهش شي حل بالجره باش ما تبقاش محسوب على هاد الفئه هادي. لار سي بي كتقول سيدي هاد العام واحد من كل 4 الناس اللي ما بين 15 و 24 عام ما خدام، ما كيقرا، ما كيتبع حتى شي تكوين، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص عمرو، والواحد يدبر على راسو براسو. وهذا الشيء علاش اليوم اللي مطلوب هو رياده الاعمال. وشنو هي باختصار؟ كيشرحها واحد مثال مشهور بالفرق ما بين هذاك السيد اللي كيشري ليمونه بدرهم وكيبيعها بدرهم ونص على هذاك اللي كيشري ليمونه بدرهم وكيبيع عصير الليمون ب10 دراهم. والدوله والعالم اليوم كيقلبوا على مالين العصير فين ما كانوا باش يدعموهم. هاني سيدي وليت مول العصير ودعمتني الدوله. اش اخر غادي نستافد خير رضوان. انت خي عصام، الا جا عندك شي افريت وخيرك بين يعطيك 2000 دولار مضمونه كل شهر، ولكن خاصك ما تخرجش من الدار غير الوقت اللي خاصو هو يعطيك الموافقه، وما عندكش الحق تحاسب معاه، ولا يعطيك 20,000 دولار مره واحده وتدبر راسك، شنو كنتي غتختار؟ قبل ما تحار بين هاد جوج اختيارات خليني نعطيك البينيفيتس ديال التشغيل الذاتي ورياده الاعمال وحكم في الاخر. التشغيل الذاتي كيعطيك الحريه باش تحدد وقت الخدمه ووقت الراحه، وكذلك النوع ديال الخدمه اللي باغي انت تخدمها، بمعنى اخر وقتي حرياتي. وإلا عندك شي حد في العائله اولا شي واحد من صحابك اولا شي واحد كتعرفو ما خدامش وانت بديتي هذاك المشروع، فهنا انت كتساهم في بناء المجتمع وكتطبق سياسه كول ووكل، وكتقول البطاله وشوفي شويه لديك الجهه. اغلبيه رواد الاعمال كتلقى عندهم واحد الهبه والكاريزما والثقه في النفس، وكيزعموا في اتخاذ القرارات الحساسه في المشاريع ديالهم، وواخا ما يتوفقوش كيعرفوا كيفاش يتحملوا مسؤوليه ديك الزلقه ويبداو من جديد. ايوا ودابا منين عرفتي الايجابيات ديال التشغيل الذاتي ورياده الاعمال باش غتجاوب العفريت، خصوصا دابا راه تقدر تخدم غير من الدار وغير في الانترنت. يلا اخي محفوظ وريه كيفاش يقدر يستغل الديجيتال في التشغيل الذاتي قبل ما يمشي العفريت. ما يمكنش نهضروا على الانتربرونورشيب ولا رياده الاعمال بلا ما نذكروا سيليكون فالي اللي كتعتبر مركز عالمي للتك وموطن لمجموعه من الشركات الكبار في الديجيتال فحال جوجل، ابل وفيسبوك، والاف من ستارت ابس، حيت في سنه واحده كتوصل ل 185,000 ستارت اب في امريكان. اوكي نجيو للسؤال ديال بصح، علاش ستارت اب؟ حيت كيبداو بطريقه بسيطه. انتربرونور كيقلب على حل مشكله ما، من ثم كيحول داك الحل لمشروع، كيبحث فيه وكيطورو باش يقاد ليه بيزنس موديل، من بعد يقدر يبيتشي المستثمرين سواء شركات او افراد. وهادو بعض الديجيتال بلاتفورمز اللي كيعاونوا في هادشي. برودكت هانت هنا غتانسبيراو من حلول او برودكتس على مدار يومي. انجلست هو ويب سايت مديور غير ستارت ابس، في انجل انفسترز اللي يقدروا يستثمروا في ستارت ابس ديالكم. وفي نفس الوقت الا بغيتوا تجربوا تخدموا في ستارت اب راه اتس ا جود بليس تو ستارت. وماشي ضروري تكون عندك فكره مبتكره ولا هربانه باش تبدا بوحدك. كاينين ديجيتال بلاتفورمز اخرين كيعاونوك في البيع، التوزيع وحتى الانتاج البرودكتس ديالك، فحال شوبيفاي، اتسي وريد بابل. هنا تقدر تقاد تبيع بوسترز، نوت بوكس، تي شيرتس وبزاف ديال الحوايج اخرين. وراه لا بغيت ندير مشروع خاص راس المال وكي غندير ليها انا. اييه عندك الحق، غير حيت كتفكر بشكل تقليدي وصافي، ولكن في هذا الوقت راك محتاج غير شويه ديال سكيلز ولا انترنت. راه سهلت القضيه. خليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه مع صحابكم. تشاو تشاو.